السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتايه ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. معايا 3 بيضات، تلت كوبايه ميه، معلقه محسن. معلقه محسن دي صغيره يا جماعه. حطيت رشه فانيليا. دول 350 جرام دقيق اسبونج. انا اول مره اجرب الميه السقعانه، بس بصراحه مش عارفه، ما عجبتنيش بصراحه، ما اعرفش ليه. حسيت كده ان هي هبطت معايا الكيك شويه، مش عارفه. ممكن على فكرة المية الساقعة دي تمشي مع سبونج وسبونج. تمام. بعد ما ضربت كده السبونج هحطه في الصينية في جنب كده. حطيت هنا 3 بيضات، وهحط تلت كوباية مية، وهحط رشة فانيليا، وهحط برضو 350 جرام دي سبونج شوكولاتة. حطيت معلقة المحسن. دول 350 جرام دي سبونج. انا بحط كله على بعضه كده وبقلبه وبشغل عليه العجان، بركله بقى ان العجان جه. بس صدقوني انا شغاله بيه وخايفه يبوظ تاني، فربنا يستر. انا ان شاء الله يعني حاطه في دماغي ان انا اجيب عجان تاني باذن الله، بس مش عارفه امتى يعني. بس هحاول باذن الله اجيب واحد تاني، لان ده يعني طالما هو باظ من الاول كده فاكيد مش هيستمر معايا يعني. اكيد برضو مش هيستحمل وهيبوظ تاني. المهم حطيت هنا زي ما انتم شايفين كده 350 جرام دي سبونج، وضربتهم في العجان لحد ما عالوا. هبدأ احطهم في الجنب الفاضي ده. طبعا لازم أنا اقلبهم كده، اتأكد ان مفيش سبونج راسي تحت او حاجة، وهحطهم في المكان ده. زي ما انتم شايفين كده. انا اول مرة اجرب المية السقعانة في السبونج. احنا بنجرب مع بعض يعني، لو في حاجة غلط انا هقول لكم، او حاجة مثلا انا اشتريتها وما عجبتنيش زي الفيديو اللي فات قلت لكم الكونو ده ما تجيبوهوش. آه، ما عجبنيش طعم الشوكولاته اللي فيه بصراحه، وهي البسكوته بتاعته بتقرمش وجميله جدا، انما الشوكولاته اللي جواه مش حلوه. حطيت هنا كوبايه ونص ميه، واحط كمان كوبايه ونص ميه. وحطيت كوبايه كريمه، واحط كمان كوبايه كريمه. يبقى حطيت 3 كوبايات ميه وعليهم كوبايتين كريمه ومعلقتين باستر كريم ومعلقتين لبن بودره. واقلب كل الخليط مع بعضه كده. وهحط 4 معالق سكر لكل كوبايه كريمه، معلقتين سكر. وهسيبهم بقى يتضربوا. في الوقت ده بقى هبدأ اقطع الاسبونج بتاعي. حاساه كده، انت عارف المكان ده، حاسه ان هو هبط من المكان ده بالذات، يعني المكان اللي هو النص بين الفانيليا وبين الشوكولاته. انا ان شاء الله باذن الله هحاول كده اجيب من كل صينيه عندي، او من كل حله صينيه سبونج يعني. اجيب منها يبقى عندي من كل نوع 2. تمام، من كل مقاس 2. ده هيوفر عليا كتير قوي. بس مش عارفة يعني، انا كنت بفكر ان انا يعني اجيب الايام دي، بس الايام دي مش هينفع. رقة الاسبونج الاخيرة دي انا مش هشتغل بها لان ناقصة. انا عندي اسبونج في الفريزر، بس مش عارفة، ما بحبش الجزء اللي تحت الرقة اللي بتشال من فوق ديت. مش عارفة، بحسها كده ان هي ملزقة برضو، رغم ان انا شلت منها الطبقة اللي فوق. تمام.
الكريمه خلصت معايا خلاص. طبعا لازم اقلبها كده كويس عشان بيبقى فيه لسه ما اتضربش، وببدأ اضربه تاني. هنا بقى بكون طبعا انا مسحه البورد قبل ما اشتغل. لازما اي بورد انت هتشتغل عليه لازما تمسحيه، لان بيبقى يعني ممكن مطرب او حاجه من ركنه او حاجه زي كده عند اللي انت شارياه من عنده، فلازم يتمسح. المهم سقيت الاسبونج بتاعي وهحط عليه بقى الكريمه. طبعا انا قسمت الكريمه نصين، نص حطيت عليه كاكاو خام، وحطيت عليه معلقه كبيره كده من الجناش عشان اطعم الاسبونج زي ما انتم شايفين كده. وببدأ اسقي تاني، ما بسقيش كتير لان الاسبونج بتاعي طازه، يعني معمول في قبلها بيوم على طول بالليل. هقول لكم على اغرب حاجه حصلت لي بقى. وانا خلصت التورته دي، وكان معاها تورته تانية بس معرفتش احطها في نفس الفيديو لان الفيديو طويل. المهم نزلت التورتيتين دول وجالي نفس التورتيتين بالظبط، زي ما قلت لكم كده جالي نفس التورتيتين بالظبط في نفس اليوم، وعايزينهم في نفس اليوم. يعني انا نزلت من هنا التورتيه دي وتورتايه اللي هي الاقتصاديه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، دي اللي هي طبقتين. جالي نفس التورتايه دي ونفس التورتايه التانية، اول مره تحصل من يوم ما اشتغلت. ان انا انزل حاجه يجيلي نفس الشغل بالظبط وعايزينه في نفس اليوم. فالحمد لله، يعني الحمد لله. الواحد دايما يقول الحمد لله على كل شيء. المهم هنا ببدأ اجلس كده جنب الفانيليا زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده ببدأ كده اجلس الجنب الشوكولاته، زي ما قلت لكم ان انا حطيت عليه معلقه جناش وحطيت عليه معلقه كاكاو خام. على فكره الكاكاو اللي انا جايباه طعمه حلو، وفي نفس الوقت ريحته حلوه قوي. طعمه وريحته في قلب الكريمه بجد اكنك حاطه شوكولاته. بس طبعا انا لازما اعزز الطعم واحط جناش، بيفرق والله. يعني اي حاجه احنا بنحطها اضافات والله بتفرق. يعني في ناس ما بتحبش اللبن البودرة تحطه في التورت، ويعني تقولك مكلف ومش عارفه ايه. والله هي يعني احسبي كل خاماتك. يعني اي حد عايز يبتدي المشروع ده بيحسب كل خاماته. بعدين يعني معلقتين البودرة دول مش كتير يعني ولا حاجة، ولا هما يعتبروا بحاجة يعني. يا ستي اعتبرهم ب5 جنيه. هقولك ايه، بس بيدوا طعم، بيفرق جدا في التورت وبيفرق جدا في شغلك. الباستري كريم بيدي قوام حلو للتورته وبيخلي طعمها حلو. ليه ما نستعملش الحاجات اللي هي معلش يعني تعزز الطعم وبين شغلنا ان هو شغل نضيف، شغل اكنه جاي من المحلات، مش بس الشكل. يعني انا مش بعتمد بس على الشكل، انا بعتمد كمان على الطعم. اللي لما يروح لحد يحب طعمه، يحب طعم الشغل، مش مجرد ان هي تورتايه وخلاص. هقول انا زي المحلات، لا بالعكس، انا لازم اكون احسن من المحلات. تمام. مش بس الحاجة بتكون طازة في البيت، لا بيبقى الطعم احلى كمان. لازم نميز نفسنا عن الشغل بتاع بره. بعد ما جلستها كده بقى بدأت احط الاسبونج، بس لقيت الفتحة بتاعت الكيس كبيرة قوي ونزلت كمية كبيرة، فهتبوظ لي طبعا الشكل وهتوقع على البورد كتير. فخسارة يعني ان احنا نبهدل في الخامات، والخامات اصلا غالية. يعني انا جايبة الشوكولاتة فيينا جايباها ب170 جنيه، يعني مش سهلة برضو. ف ربنا يستر على الايام الجايه يا ولاد والله. يعني هنا بقى بدات اعمل روزيتات كده، بدات امسح اللي سواء على الارض كده. ديت نوتيلا انا مسيحاها على حمام، لا مسيحاها بشويه زيت. بحط شويه صغيرين كده بشويه صغيرين زيت لحد ما اوصل للقوام ما يكونش شفاف، يكون قوام اقدر ان انا احطه على التورتايه
وما يكونش سايل. تمام. هنا بعد ما عملت الشكل ده افتكرت ان اللي طالبه التورتايه طالباها شكل انا كنت عاملاه قبل كده من زمان. يعني بصوا انا بدات اقسم اهو. الشكل ده كان قديم قوي معايا يعني من فتره طويله قوي. يعني بصوا انا بعد ما خلصتها هو روزيتات افتكرت ان كان في مكان في النص كده ومحطوط فيه. لو رجعت الفيديوهات القديمه هتشوفوا التورتيه دي. في اللحظه دي انا افتكرت وهشيلها قدامكم عادي. انا بشتغل اهو، احطه تاني في الكيس وبظبط المكان تاني. مفيش اي مشكله انك انتي تشيل روزيتات وترجعي تعملي تاني، مفيش اي مشكله. يعني بصوا انا حتى عملته تاني وهرجع اشيله تاني. انا جيت الف التورتيه لقيته معوج زي ما انتم شايفين كده. اشتلته برضو تاني مفيش اي مشكله. من اليوم ده اصلا كنت تعبانه شويه فمكنتش مركزه في الشغل اللي انا بعمله اصلا. بس الحمد لله كله طلع على اكمل وجه زي ما انتم شايفين كده. عملت مكان كده ان انا احط فيه الجناش. تمام. سيحت طبعا الجناش وحطيته زي ما انتم شايفين كده في المكان اللي في النص. هو جه اصلا كتير بس مفيش مشكله يعني. هبدأ بقى اكمل التقسيمات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كنت بقطع التفاح شرايح وهبدأ ان انا ارصها. هنا حطيت نوتيلا كده في الجوانب زي ما انتم شايفين كده، وبدأت ارص فيها التفاح. شرايح ورا بعضها كده زي ما انتم شايفين. بلمع طبعا بجيرو التلميع. انا جايبه ال2 كيلو تقريبا. 2 كيلو جايباه ب150 جنيه، جردل كبير كده. تمام. ببدأ كده ارص الكيوي. طبعا الكيوي بقطعه كده شرايح وبعدين بقسمها نصين زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بلمع باللي هو الملمع الفاكهة. ملمع الفاكهة ده ممكن نستعمله على الفاكهة، وممكن نستعمله كمان على الجاتوهات او تورتايه هتبقى فانيليا بس عشان نحافظ على الكريمة ما تشققش او تنشف لو قعدت كذا يوم مع التورتايه او حاجة. لو قعدت كذا يوم يعني في التلاجة فنحط لها الملمع اللي هو الملمع الفاكهة ده. هو بيستخدم لحاجتين اتنين. عملت المهم شرايح كده وزقتها ورا بعضها بالشكل ده، وبرضو هلمعها بجيلو الفاكهة ده. زي ما قلت لكم ممكن نحطه كمان على الجاتو من فوق لو عايزينه فانيليا بس. تمام. هنا بقى سيحت نوتيلا كده وهبدأ اوزعها. هسيب المربع اللي في الوش ده والمربع التاني هسيبه برضو زي ما انتم شايفين كده. هسيب مربعين هيتكتب فيهم رقمين. تمام. والباقي هحط في قلبه بقى شوكولاتات وشغل من ده. بصوا ده اللي انا جايباه معاكم في المشتريات. حسيت ان هو طويل شويه بدأت اقصره عشان يبقى على مقاس التورته زي ما انتم شايفين كده. حطيت هنا البسكوته كده قطعتها بسكوته بالشوكولاته يعني قطعتها كده
انا كنت عايزه جنب الفاكهه هو اللي فيه يبقى هو الوش يعني. المهم حطيت هنا كونو كده. انا في اللحظه دي مكنتش اعرف ان الكونو من جوه الشوكولاته بتاعته مش عجباني. الشوية دولت اللي انا جايباهم انا بوريهم لكم دولت. حوالي 4 تقريبا، 4 وحدات من دولت، هي محشية كريمة. هي طعمها حلو الصراحة، بس جايباهم ب25 جنيه. يعني معلش يعني الاوريو اللي انا جايباه العلبة، نسيت اوريكم ده في المشتريات. بس ده اصلا مش جايباه من المنصورة، انا جايباه من عندنا من بلدنا. بس لقيته غالي جدا يعني 4 وحدات، 4 اكياس كده ما في قلبهمش، يعني في قلب الواحدة 6، و6 صغيرين يعني ما تشوفوش حجمهم كده، حجمهم صغير. جايبهم ب25 جنيه قبل ما اسافر بيوم تقريبا. بس ما كنتش لسه مقرره ان انا هسافر ولا لا، فعشان كده جبتهم يعني. بس لو كنت اعرف ان انا هسافر ما كنتش جبتهم، لان غاليين قوي ب25 جنيه. المهم هنا الترانسفير اللي انا عملته معاكم امبارح في الفيديو بتاعي امبارح، اللي هو فيديو المشتريات، كنت عملت الترانسفير ده في اخر الفيديو. حطيت منه 2 كده ورا بعض و2 ورا بعض، وهنا حطيت نجوم كده زي ما انتم شايفين. تمام. زودت بس الروزيتات دي كده، لان حسيتها ان هي معيش باينه خالص، اختفت مع الفاكهه. اه هنا هكتب بقى الارقام اللي مطلوبه مني، بكتبها عادي بالكريمه. وهنا برضو بالكريمه الشوكولاته هكتب برضو رقم. هنا 16 وهنا 22 تقريبا 23 زي ما انتم شايفين كده. هنا 16. هحط بقى شريط ستان. بصوا انا بحطه ازاي. باجي من ظهر التورتايه، مش وش التورتايه، ظهر التورتايه، وببدا الزق كده، بسيب مسافه كبيره من الشريط، بحاول ما اتكاش خالص يعني. بصوا انا طبعا عملت معاكم شريط قبل كده كذا مره زي ما انتم شايفين كده. ببدا اقص بقى والزق كده بالراحه، بخلي ايدي خفيفه خالص وانا شغاله، ما بشدوش وانا بعمله، انا بغويه خالص، انا عايزاه بس شكل مش اكتر. هنا بقى هاخد قطعه كده من انت عارفه انا لزقت الشريط بايه؟ عارفين الشمع اللي هو بتاع زمان ده، الشمع اللي هو شمع اللي هو بنولعه ده، مش الشمع بتاع المسدس، لا الشمع العادي. بصراحة كانت شارية شمع كده وبناتي يعني خدوه، معرفش هو راح فين. فجيت الزقه بلزق، يعني انا الوقت هلزقه بلزق مش هينفع خالص ومش هيلزق. فقلت خلاص، عشان برضو ما يفكش ويبقى في مشكله يعني. شوفوا انا عملت اهو، هتتفك اهي من تاني، هحط لزق تاني برضو هتتفك، مش هتنفع. فجوزي قال لي طب ما تلزقها بلزق بشمع اللي هو الشمع العادي. فقلت له هيلزق؟ قال لي فجربته ولزق يعني ممكن يعني يجيلكوا فكره كده يعني. لو عندك شمع ممكن تلزقي بيه عادي، مفيش اي مشكله، طالما هو مش هيلامس التورته وهو مجرد على الشكل